كلنا أول ما سمعنا عن أسعار الوقود زادت الكل اتخانق وقال خلاص الحياة هتبقى نار. بس خليني أقول لك حاجة، الغلا موجع فعلا، بس ساعات القرار اللي يوجع النهاردة بيمنع مصيبة بكرة. بصوا يا جماعة، محدش مبسوط بالزيادة دي ولا حد هيحب يدفع أكتر في البنزين، بس خلينا نبص للصورة كلها مش للنهاردة بس. البلد بتراجع الأسعار كل فترة حسب السوق العالمي، يعني الزيادة دي مش مزاج، دي نتيجة ارتفاع النفط والدولار في العالم كله. اللي حصل عندنا بيحصل في كل الدول، بس الفرق ان مصر بتحاول تمشيها واحدة واحدة علشان الناس تستحمل. انا مش بقولك ان ده حلو، لا خالص، بس اللي بيتعمل هدفه ان الدولة ما توصلش لمرحلة توقف فيها الدعم او خدمات اساسية، وفي نفس الوقت شغالين على مشاريع طاقة جديدة علشان نبدأ نعتمد على نفسنا وما نفضلش تحت رحمة السوق العالمي. الزيادة دي وجعت الناس ده اكيد، بس ساعات الحلول الصعبة بتكون اهون من الازمة الكبيرة. احنا محتاجين نفضل نتابع ونفهم اللي بيحصل، مش نسيبه يعدي كده. قول لي بقى، شايف ان اللي حصل ده كان لازم ولا كان ممكن يتأجل شوية؟ استنى رأيكم.